خطيبي لما نتخانق بقاله فترة بيتعصب جدا وممكن يشتم. اتكلمت معاه يقول لي انت اللي بتوصليني لكده. بيجي بعدها يعتذر وبنحب بعض. حتة ان البني ادم لما بيتعصب فبيغلط، ده العادي، ده الطبيعي، انه وقت العصبية هو البني ادم بيطلع اسوأ ما فيه مش احسن ما فيه. فهنا فرصة لأي بني آدم لما بيطلع أسوأ فيه إن هو يشتغل على نفسه ويطور من نفسه وينظف من نفسه. بس حتة إن هو أنت اللي بتوصليني لكده، دي مشكلة كبيرة. ما ينفعش إن المشكلة دي تكمل ما بينكم، ومحتاجة إن أنت تكلميه وتواجهيه. يعني إيه أنا اللي بوصلك في كده؟ هل أنا أقدر أتحكم فيك وفي رد فعلك؟ طب أنت لما يكون عندك مشكلة معايا تشتمني أو تغلط فيا وبعد كده شوية وتمد إيدك عليا وتقول لي أصلا أنا اللي وصلتك في كده ليه؟ هو أنا اللي بطلع الكلام من بقك؟ فأنت المتحكم في نفسك، ولو أنت مش متحكم في نفسك يبقى أنت مش مسؤول عن فكرك، مش مسؤول عن نفسك. يعني في حد ممكن يقول انا ضربته علشان هو اللي وصلني لكده وياخد مثلا براءة لو هو ضرب حد. كلام مش مظبوط طبعا يعني. فحتة انه يرمي مسؤولية تصرفاته على الاخر ده مش مقبول، لانه ده اسلوب طفولي شوية. ومهم ان هو يكون مسؤول عن تصرفاته، والا ما ينفعش ان العلاقة تتطور بدون الحتة دي. انا دي خطر جدا. بتبتدي بانه شتمتك علشان انت السبب، ضربتك علشان انت السبب، خنتك عشان انت السبب. فما ينفعش بكل الاحوال. فمهم ان انتوا تتكلموا مع بعض في الحته دي. الجميل في الموضوع ان هو بيجي ويعتذر، ودي حاجه انت محتاجه ان انت تشجعيه عليها وتتكلموا مع بعض فيها، ان دي حاجه كويسه. كويس انه البني ادم لما يغلط يعتذر، بس مش معنى كده ان هو يستبيح الغلط بان هو يتمادى في الغلط ومش مهم هغلط وهعتذر، لان ده بيضعف من قيمه الاعتذار وبيتفه من الاعتذار نفسه. الاعتذار بيبقى قيم امتى؟ لما بيكون هو وسيله رادعه ان انا بعتذر، وبعديها وعد ان انا مش هعمل كده تاني، ولو عملت هتطور من نفسي في واحد اتنين وتلاته، واتحمل مسؤوليه تبعيات او نتيجه اللي انا بعمله. فده اللي بيخلي الاعتذار قيم. فالاعتذار نفسه كويس، انما مهم انه يكون في تطور بعديه.